اسرائيل قطعت الغاز على مصر، ومصر بعدت تشتري من 60 ل 80 شحنه غاز من الغاز المسال عشان خاطر تامن احتياجاتها في الصيف اللي جاي والكهرباء ما تقطعش. طب هو ازاي اصلا يا عم احمد اسرائيل تقطع الغاز؟ احب اقول لك ان اسرائيل بتصدر الغاز بس لشركات خاصه. اسرائيل قالت لك احنا هنغلي سعر الغاز 40%، كمان بتقول لك احنا هنقلل 20% من اللي بيبعته لمصر. ليه؟ هو كده عشان خاطر انتوا رفضتوا التهجير والكلام ده. الكلام بقى علن، ما دلوقتي مش بيضغطوا بس سياسيا، ده بيضغطوا اقتصاديا كمان. ولما سالناهم عن السبب قال لك معلش اصل احنا في صيانه. الحكومه المصريه حطت 3 مليار دولار عشان خاطر نشتري شحنات غاز مسال من بره عشان نكفي احتياجاتنا في الصيف والكهرباء ما تقطعش ولا نلجا لان احنا نخفف احمال. حد يطلع يقول لي يا عم احمد هو 3 مليار دولار دول مش هياثروا علينا؟ هياثروا علينا، بس انت عامل حسابك والاستثمارات المباشره اللي دخلت لك والوضع الاقتصادي بتاعك بقى كويس عن الاول. في الاول كان بيحصل ازمه، دلوقتي مش هيحصل ازمه، وان شاء الله مهما عملوا ربنا بيعدينا من اي محنه. بس انا عايزك بس تبقى على علم اللي بيحصل حواليك. كل ما تحاول ان انت تفوق وتشتغل هم بيحاولوا يعطلوك باي طريقه. ليه؟ عشان انت بتقول لا. هم عايزين ينفذوا التهجير على حساب دولتك وعلى حساب ان هم يدخلوهم سينا. طول ما انت بتقول لا دايما هيفضلوا يعملوا عليك مؤامرات. تحيا مصر.